يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. تخيلوا لحد النهاردة ما خرجناش مصيف خالص. قلت للعيال تعالوا نخرج لنا يومين كده نتفسح ونروح لنا اي حتة كويسة وتكون عاجباكم. المهم اتفقنا على مكان كويس وهنروحه خلاص. قلت لهم طب سيبوني الاول اوضب الريسبشن واساوي الحاجات اللي ورايا، بحيث لما ارجع الاقي البيت كله ايه كويس، مش عايزه ادخل من باب الشقه الاقي الدنيا متبهدله. العيال وافقوني وقلت لهم كل واحد يدخل يحضر الحاجات اللي هو عاوزها، وانا ببص عليها اشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. قعدت سويت طبعا وسرحت في الريسبشن، امسح هنا واحط هنا لحد ما ما حاولت ان انا اغلم الحاجات دي كلها قبل ما امشي. فعلا لما تيجي تخرجي وتفتحي باب الشقة كده تلاقي الدنيا رايقة، اهون بكتير ان انت تكوني سايبة حاجة. ليه اخرج واتفسح وبعدين اجي الاقي حاجات ورايا؟ ممكن الاقي حاجات بسيطة زي حاجات عايزة تتمسح، حاجات بس صغيرة كده، لكن ان انا اجي الاقي البيت كله كده متبهدل، لا. حاولي ان انت تخلصي حاجتك فعلا قبل ما تخرجي. وكمان انت متعرفيش هتقعدي كام يوم، مش ممكن تقولي يومين وتروحي قايله هقعد يومين كمان. فالدنيا لازم تكون كويسة قبل ما تخرجي. وضبي بس حاجتك كلها. واهم حاجه طبعا المواعين لازم تكون مغسوله كويس والمطبخ يكون رايق، عشان ده هو اهم حاجه، علشان ده اللي بيأثر على ريحه الشقه. شلت السجاد كله وقلت ان انا اوضب الدنيا. طبعا العيال جوه قاعده عماله تستعجلني، قلت لهم ابدا مش هخرج الا لما الدنيا تكون رايقه. اهو احنا اليوم لسه طويل، ما تقلقوش يا عيال، اخر النهار كده هنخرج ونشوف لنا يومين حلوين كده في مكان حلو، وانتوا كمان اللي هتختاروه. والعيال طبعا صدقوني. المهم اديني شغالة وعمالة امسح واعمل، والدنيا ابتدت تبقى رايقة حواليا. وطبعا قبل ما امشي لازم تكوني في حاجات كتير تبصي حواليكي. تبصي على المطبخ، ده اهم حاجة، تبصي على الحمامات، الانوار تكون مطفية، المية تكون مقفولة. المهم ما تسيبيش حاجة الا لما عينك تيجي عليها. متخليش العيال بس تلخمك يلا يا ماما يلا يا ماما، لا، قبل ما تنزلي وضبي كل حاجة علشان تكوني ماشية وانتي مرتاحة. وحاولوا برضو ما تاخدوش حاجات كتير معاكم، شوفوا كام يوم لكل يوم الطقم بتاعه، او حتى كل يومين ليهم طقم، لان طبعا الحاجات دي بتتغسل وبتنشف اوام. فحاولي ان انت برضو ما تقليش على الحاجات اللي انت واخداها. والاكل طبعا على حسب المكان، لو المكان متاح فيه الاكل واسعار كويسه خليكي هناك، تبقي برضو واخده اجازه. لكن لو حاسه ان هو هيبقى مكلف شويه اعملي حاجات بسيطه خديها معاكي، وبرضو كملي واشتري من هناك. واديني اهو زي ما انتوا شايفين ابتديت ان هي خلاص راقت معايا. وضبطها، وضبط الريسبشن كله، وابتدى ان هو ما فيهوش اي حاجه. خلاص ادي باب الشقه وادي الريسبشن من على بعد ما فيهوش حاجه نهائي. وضبط كله من اوله لاخره، مسحته وكنسته وشلت السجاد ورجعت كل حاجه تاني مكانها. زي ما قلنا علشان نخلي الدنيا واحنا بنفتح باب الشقه كده نشوف الدنيا كلها رايقه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، وانتوا فاكرين ان احنا طلعنا مصيف؟ طبعا غصب عني. فاكرين ان بعد اليوم ده كله ممكن اقدر اخرج؟ معلش، المره الجايه نبقى نخرج. ادينا وضبنا النهارده، بس انا مكانش قصدي اضحك عليهم. ادينا وضبنا وخلصنا والدنيا رايقه. والمره اللي جايه هنبقى نخرج مصيف امتى بقى؟ مش عارفين. بس ادينا عن حق. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.